منتخب مصر للشباب بيخسر 4-0 من السنغال على أرضه، وبيخرج من البطولة اللي على أرضه بنقطة. مش هو جاب لنا النقطة، بس هو خرج بنقطة واحدة. ما هو تعادل مع موزمبيق، وخسر من نيجيريا، وخسر من السنغال. وعلى فكرة، أنا بقولك بقى خدها مني، سنتين تلاتة كمان ومش هتلاقي ناشئ عدل. انسى. أصل هي المنظومة بايظة من تحت. انت لو تعرف، واقول لك الحل في ايه عشان تطلع من حكايه اللي انت سنتين ثلاثه ما يكونش عندك ناشئ، واديك شايف الفرق الافريقيه عماله تاخد منك الرياضه وبتسحبها منك. مصر الرائده في الرياضه في افريقيا وفي الشرق الاوسط. البساط عمال يتاخد منك واحده واحده من الدول الافريقيه ومن شمال افريقيا. واقول لك الحل فين، بس هقول لك المشكله فين الاول. المشكله جايه من تحت. انت تعرف اللي 90% من الفرق بتبيع الاعمار السنيه. بمعنى، انا مدرب تأيدت في الاتحاد، رحت خدت عملت دورة أساسية، بطلع لي كارنيه اللي أنا مدرب. بيعملوا إيه بقى الأندية؟ و90% من أندية الدوري الممتاز، يجي الراجل المدرب يشتري مثلا مواليد 2005 2004 2006. بياخد بيشتري المواليد دي، بيشتري يعني الفئة العمرية دي من النادي، ويروح يجمع لعيبة ويلعب بيهم دوري. بيجمع اللعيبة دي ازاي بقى؟ مش اللعيب بقى اللي جاي من الأرياف، اللي هو يخش في الخشبة تتكسر، الواد الناشف ده اللي في الآخر بنلاقيه هو اللي بيكمل. لا، بيجيب اللعيب اللي بيدفع، بيجمع، بيعمل اختبارات، واللي عايز يتأيد في النادي يدفع له 4-5 آلاف جنيه عشان يلعب كورة. فبالتالي مش هتلاقي ناشئين، ما انت هتلاقيهم ايه؟ لا اما ايه، اهلي وزمالك والمقاولين وانبي، هم دولت بس اللي بيطلعوا ناشئين. فبالتالي اهو مفيش تنوع. مفيش تنوع في الفرق. تلاقي بقى الجيش بقى والنصر وكان بيطلع ومش عارف الزمالك، وتلاقي الاهلي، وتلاقي مش عارف اتحاد الشرطة والانتاج الحربي. مفيش. ما كله بيبيع. فبالتالي ما عندكش الناشئ اللي يكمل. زي الفرق في الدرجة الرابعة ما بتبيع الجوابات كده وتروح تجمع لعيبة برضو، واللي يدفع 4-5 آلاف جنيه عشان يلعب كورة. فبالتالي ما تلاقيش اللي بيسعد غير فريق اتنين اللي هم بيصرفوا ملاليم. فبالتالي انت سنتين تلاتة يا باشا مش هتلاقي عندك ناشئ. طب حلها ايه؟ والله انا شايف برنامج اسمه كابيتانو مصر من افضل البرامج اللي اتعملت في مصر. دي بقى اللي تطلع لك 100 محمد صلاح زي ما بيقولوا. الحل يا باشا بقى، ادام النوادي بتبيع، الغي بقى الكلام الفاضي ده. اعمل يا باشا، بدل ما تعمل كابيتانو مصر واحد وتجمع منه من المحافظات كلها، وتعمل كابيتانو مصر واحد ب8 فرق، اعمل في كل محافظة كابيتانو مصر، وبقى عندك 27 كابيتانو مصر. واضربهم بقى في 10 مدربين، يعني 27 في 10 فرق، هتلاقي عندك 270 فريق. واصرف عليهم. انا عارف الموضوع مكلف، بس ادام انت مشروع الدولة اللي انت تطلع 100 محمد صلاح، لا هتطلع 100 محمد صلاح، و100 100 النني، و100 تريزيجيه، و100 مش عارف ميدو، و100 حازم امام، و100 محمد مصطفى محمد، و100 امام عاشور. هتطلع ناشئ بجد. شوف اللعيبه اللي بتشوفها في كابيتانو مصر ده. في لعيب مع كابتن احمد الكاس اسمه عبد الله رقم 11. ده محمد صلاح الجاي. ده لعيب، ده لو استمر وحافظ على نفسه اقسم بالله لعيب خطير عبد الله ده. وفي لعيبه كتيره جدا، ويعتبر كابتن مصر ده من افضل المشاريع اللي مصر عملتها. ما هو ده اصل الرياضه بتمنحك عن حاجات كتير حتى لو انت ما كملتش. ممكن ما هو ايه، انت بتلعب رياضه لغايه ايه؟ سن المراهقه. لو قدرت تحافظ على نفسك في السن ده بتكمل بقى. اللي ما بيشربش سجاير، اللي بيبعد عن حاجات كتير بيكمل. فانت لو ما طلعتش لعيب كوره انت بتحمي اسره كامله. ما هو لعيب الكوره ده بيبقى شايل هم اسره، حلم اسره وقريه. شوف محمد صلاح من مشاريع ايه بيعملها من لقريته، ومشاريع لمصر. لو في اي مشكله بتلاقيه بيتبرع، بيفيد الدوله. اشتغل على مشروع زي ده، يبقى عندك 27 كابيتانو مصر في كل محافظه، ويخش فيها مستثمرين. واستثمر في اللعيب، تدفع له وتلبسه وتاكله وتشربه،
ويتمرن صح هتلاقي 100 محمد صلاح و100 النني و100 تريزيجيه و100 ميدو وحازم امام كبير وشيكابالا وابو تريكه وبركات ومتعب وعمرو زكي. الناس دي هتلاقيها وما تصرف عليهم. ما احنا مش لاقيين ليه ابو تريكه ومش لاقيين ليه محمد صلاح مش هتلاقي محمد صلاح تاني، ومش هتلاقي مش لاقي ليه ابو تريكه وعماد متعب وعمرو زكي وحازم امام الكبير وشيكابالا خلاص وابو تريكه وبركات، انا مش عايز انسى حد، ومتعب وعمرو زكي. الناس دي خلاص اختفت، ما بتلاقيش، احنا مش لاقيين فرود من بعد الناس دي اصلا. يا ريت الدوله تشتغل على مشروع زي ده، مشروع زي كابيتانو مصر، يبقى هو ده يعني المسابقه بتاعت مصر. هي دي المسابقه بتاعت كل محافظه يطلع منها 10 فرق. هتلاقي نفسك بتطلع 3 4 لعيبه من هنا كل سنه وخمس لعيبه من هنا. لا، عندك منتخب يهز الدنيا. منتخب السنغال ده كمان 2 3 هتلاقيه هو اللي مكتسح. السنغال من بدري وهي مكتسحه غانا، عشان الناس دي بتشتغل صح. شوف سان داونز النهارده مع الاهلي بيعملوا ايه، بيلعبوا كوره حلوه. يا رب نشتغل على حاجه مفيده. ادي عندنا مشروع كويس والناس كلها حباه، اشتغل عليه. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.